لو الداتا سنتر بتاعتك مش شغاله ده معناه ان البيزنس كله واقف. خليني ابدا الفيديو ده بمقوله في رايي هي اهم مبدا لاي داتا سنتر استراتيجي. The data center only exists to support the IT strategy which in turn support the business needs. ليام نيوكام. الجمله دي بسيطه بس لو فهمتها غلط هتصرف ملايين من غير ما نحقق فاليو حقيقي. الداتا سنتر مش بس مجرد مبنى، مش يو بي اس، مش تشيلر، ولا حتى سيرفرز واي تي اكويبمنتس. بس الداتا سنتر هو مبنى موجود علشان يخدم اي تي استراتيجي، والاي تي استراتيجي موجود علشان يحقق بيزنس جولز. اي حاجه غير كده اسمها ميس الاينمنت. المشكله ان اللي بنشوفه كتير في السوق ان كل فريق شغال في جزيره لوحده. الكتريكال انجينير همه الباور افيلابيلتي، ميكانيكال انجينير همه الكولينج كاباسيتي، اي تي تيم بيتكلم على الليتنسي والاي تي كومبيوت. كلهم صح بس الصوره ناقصه. عشان كده خليني اوريك الصوره الكامله. دي مش رسمه، دي فاليو ستاك بلو برنت. من تحت انرجي سبلاي وبنطلع للام ان اي بلان، الاي تي اكويبمنت، سوفت وير، لحد ما نوصل لفوق خالص البيزنس فاليو اند الار او اي. الفكره هنا مش لايرز تقنيه، الفكره ان اي ديسيجن تحت هيطلع بامباكت فوق، واي ريكويرمنت من فوق لازم يكون ليه روت تحت. توب داون بزنس بيقود التصميم، بوتوم اب انفراستراكشر بتمكن التنفيذ. لو الحلقه دي مش مقفوله يبقى الداتا سنتر شغال بس مش بيكسب. في سلسله الفيديوهات الجايه مش هشرح ايكويبمنتس، هتكلم ازاي على ان كل لاير بتخدم اللاير اللي فوقها، وتتحاسب على بيزنس اوتكم من الطاقه لحد القيمه اللي العميل بيشوفها. لو حاسس ان الداتا سنتر عندك بتدار لسه ككوست سنتر مش استراتيجيك اسيت، اكتب لي في الكومنتس وتابع الفيديو الجاي، ونبدا من اول لاير 1 الانرجي سبلاي.